تخيل معايا انك انت نايم عادي كأي يوم طبيعي، بس فجأة بتفتح عينيك وبتصحى بتلاقي نفسك اتحولت لصرصار، حشرة عملاقة. بتقعد تبص حواليك، تبص على اوضتك، هي ما فيهاش اي حاجة، ولكن كل ما اتغير في الموضوع ان جسمك اتحول لحشرة عملاقة. عندك بطن صلبة كده غريبة ورجلين رفيعين بيتحركوا بشكل غريب وعجيب. فايه اللي انت ممكن يجي في دماغك في الوقت ده؟ هتفكر في ايه؟ يعني مثلا هتفكر انت ازاي اتحولت لصرصار؟ انا بحلم ولا ايه اللي حصل هنا؟ لا، انت اول حاجه هتفكر فيها لما تلاقي نفسك متحول لحشره عملاقه انك انت متاخر على الشغل. ودي كانت البدايه العبثيه جدا والسرياليه لروايه ذا ميتامورفيسيس، التحول لفرانز كافكا. كنت بفكر بما ان انا بتكلم عن اي قصه عموما انا قراتها، فقلت ليه ما اتكلمش عن الروايات بشكل عام. فكرت ان انا ابدا بيه اتكلم عنه، واللي هي ديت الاختيار اللي انا قررت ان انا ابدا بيه، لان هي روايه صغيره جدا ولكن هي واحده من اشهر الاعمال الروائيه لواحد من اشهر الكتاب. برضه قصه غريبه جدا ولكن مثيره للاهتمام جدا جدا. فتعال نتكلم عن الروايه الصغيره دي شويه ونشوف ايه اللي هيحصل. بنبدا مع شاب اسمه جريجور سامسا. ده شاب مجتهد جدا جدا، هو الشخص اللي كان بيعيل اسرته تماما، اللي هي مكونه من ابوه وامه واخته، الثلاثه كلهم هو اللي كان بيصرف عليهم. بسبب ان ابوه راجل كبير في السن شويه، في نفس الوقت كان عليه ديون كبيره جدا، فهو الشخص اللي كان بيشتغل وبيحاول ان هو يجتهد جدا عشان يصرف على العيله، يسدد ديون ابوه. وفي نفس الوقت كان من احلامه ان هو يودي اخته الصغيره اللي هو بيحبها جدا جدا لواحده من المعاهد الموسيقيه، لان هي بتعرف ان هي تعزف، وكان بيشتغل مندوب مبيعات. اول بقى مشهد بنبدا عليه في الروايه هو اغرب مشهد ممكن تقراه في حياتك. جريجور سامسا دوت البطل بتاعنا بيصحى من النوم بيلاقي نفسه ان هو اتحول لحشره عملاقه، نايم في سريره مش عارف ايه اللي حصل ومش فاهم. كل اللي بيجي في دماغه هو هيعمل ايه دلوقتي في الشغل، هيروح ازاي، هو متاخر جدا وممكن مديره يزعق له او يخصم له، وهو كل دوت مش بيفكر اساسا في مساوئ ان هو اتحول لحشره غير بس في الشغل بس. في نفس الوقت هو حتى مش عارف يفكر في حجه غياب من الشغل، لان هو بقاله 15 سنه شغال ما خدش ولا مره اجازه مرضيه. واللي هنا بنفهم ان فعلا الواد ده مجتهد جدا لدرجه ان هو كل اللي في دماغه هو الشغل. ودي ممكن نقول ان هي رساله ان الانسان لما بيتحول ان هو يبقى عبد للشغل بتاعه، فده بيخليه حتى لو هو تحول لحشره صرصار لسبب ما، يعني بيفضل برضه ان هو يفكر ان هو هيروح الشغل. جريجور بقى بيحاول ان هو يقوم من السرير بتاعه، بس جسمه الجديد دوت مش مساعده خالص. بطنه متقسمه كده شرايح غريبه، ورجليه الكتير بتتحرك في كل الاتجاهات، ويفضل برضه شاغل دماغه بالشغل. فبيفكر ان هو ممكن يحاول ان هو يرجع ينام تاني ويستنى يمكن جسمه دوت يرجع طبيعي تاني عادي، او ان هو بيحلم مثلا، بس ما بيقدرش ان هو ينام من كتر التفكير. اهله بقى في البيت بيبداوا ان هو يلاحظوا ان هو اتاخر، فامه بتنده عليه وابوه بيخبط على الباب، واخته الصغيره بتبدا ان هي تكلمه من ورا الباب وتقول له انت تعبان محتاج اي حاجه. فجريجور بيرد عليهم من جوه، ولكن صوته بيكتشف ان هو بقى غريب جدا. صوته كأنه واحد بيكح مثلا ان هو بيتكلم، صوته غريب، هم نفسهم مش فاهمين هو بيقول ايه. واللي فجاه بيوصل المدير بنفسه لبيت جريجور لان هو متاخر عن القطر بتاعه. جريجور هنا بيبدا ان هو يتضايق ان هو عشان بس اتاخر شويه عن الشغل، بيبعتوا له المدير بنفسه ان هو يجي يشوفه. بيحس بان هو ما عندوش الحريه الكافيه في الحياه اساسا. بيحاول بكل قوه عنده ان هو يقوم ويفتح الباب عشان يبرر نفسه ان هو مش ذنبه ان هو ما راحش الشغل، هو عشان هو دلوقتي اتحول لحشره فمش عارف يروح الشغل. اهله بقى بيقولوا للمدير ان هو تعبان ومريض، وبيحاولوا ان هو يكلموه من ورا الباب، بس هو ما بيفتحش الباب طبيعي. هم مش فاهمين هو بيقول ايه، فبيفتكروا ان هو كل دوت هو تعبان، فعشان كده صوته غريب. فابوه بيبعت اخته والخدامه ان هم يجيبوا دكتور، وفي نفس الوقت شخص يجي يفتح الباب، يمكن في حاجه فعلا كبيره جوه عند جريجور وهو مش عارف يفتح. والمدير في نفس الوقت هيقعد يصيح بره بشكل غريب جدا ان هو ممكن يرفض جريجور. فجريجور نفسه بيتوتر كده ومبقاش عارف يعمل ايه، فبيقوم بسرعه عايز يفتح الباب باي شكل ممكن، بس جسمه نفسه مش متعاون معاه. بس بعد معاناه شديده جدا وطويله بيقدر اخيرا ان هو يفتح الباب، ولكن كلهم بيبقوا واقفين قدام بابه وبيشوفوه لاول مره بعد التحول اللي حصله ده. وهنا بقى تبدا الصدمه. اول ما جريجور بطلنا بيقدر ان هو يفتح الباب فعلا بصعوبه شديده، امه وابوه ومديره اكيد اول حاجه بتحصل لهم ان هم بيتصدموا بشكل كبير جدا. الام بتصرخ وبتقع على الارض، المدير بيرجع لورا مرعوب، وابوه بيبص له كانه شاف وحش لان هو فعلا وحش. المدير بقى بيحاول ان هو يهرب بسرعه بره البيت بعد اللي هو شافه دوت، بس جريجور بطلنا بيجري وراه عشان يحاول ان هو يبرر له او يفهمه ان هو لسه جريجور نفسه ان هو يقدر ان هو يشتغل. بس طبعا المدير خاف جدا واترعب اكتر. طبعا جريجور ما كانش قصده ان هو يجري وراه عشان يخوفه، بيحاول ان هو يتكلم معاهم، بس طبعا ما فيش حد قادر يسمعه ولا حد اصلا عايز يسمعه، وانت شايف حشره عملاقه. المدير بقى بيجري فعلا من البيت خالص، وابوه بيتوتر وبيخاف جدا، وبيروح ان هو يمسك عصايه رئيس القسم ويبدا ان هو يضرب بيها جريجور عشان يرجع تاني للاوضه. في نفس الوقت جريجور مش عارف ان هو يتحكم في جسمه الجديد دوت، فما بيعرفش ان هو يطلع لقدام ازاي، يرجع لورا، وده خلاهم ان هم يخافوا ويترعبوا اكتر منه. وابوه بيزقه برجله جامد جدا، بيخليه ان هو يطير لجوه ويتعور جامد ويقفل الباب. الفصل الثاني بيبدا معانا ان جريجور كان نايم نوم عميق
جدا، كان مغمى عليه وبيصحى فجأة من الغيبوبة بتاعته ديت، اللي بنلاقي ان هو محطوط له لبن وقطع من العيش. بس هو اتحمس جدا وفرح، بس لما بيروح هناك عشان ياكل بيلاقي ان هو مش عايز ياكل الاكل دوت، هو اتحول لحشرة فبقى بياكل اكل معفن. مين بقى اللي حط له الاكل دوت؟ اللي بنفهم ان هي اخته هي الوحيدة اللي تقبلت ان هي تخش اصلا عليه وتحط له اكل عشان ما يموتش من الجوع. فكل اللي بيعمله جريجور ان هو بيبدا ان هو يستخبى تحت الكنبه اللي هو موجود فيها. تاني يوم بقى اخته بيبدا ان هي تخش عليه فعلا الاوضه، بتخش بهدوء جدا جدا، بس اول ما بتشوف ان هو مستخبي تحت الكنبه بتترعب وبتبدا ان هي تقفل الباب وتهرب على طول. بس بعد شويه بترجع تاني وبتلاقي ان اللبن والاكل بتاعه لسه زي ما هو، فبتفهم منها ان الاكل نفسه ما عجبوش، فبتروح تجيب له انواع مختلفه من الاكل، خضار بايت بقى، حاجات فاسده، عظم، الحاجات الغريبه ديت، وحطيته قدامه عشان تشوف هو هياكل ايه. فده بيعبر لنا دلوقتي ان الاخت الوحيده اللي مهتمه بيه حاليا واللي متقبله اساسا ان هي تخش وتعامله كويس. جريجور طبعا كان مبسوط جدا وراح ياكل بسرعه، واللي بعد كده اخته هترجع تاني وتبدا ان هي تنظف الاوضه من الاكل الموجود فيها، وجريجور بيستخبى تحت الكنبه تاني. هم مش عارفين اذا كان هو سمعهم اصلا ولا لا، فاهمهم ولا لا، بس هم بيكونوا قاعدين بره بيقعدوا يتكلموا طول اليوم هيعملوا ايه فيه، او ايه اللي هيحصل دلوقتي، او هنعمل ايه اساسا. ومحدش بقى ليه نفس ان هو ياكل او يشرب او يعمل اي حاجه. ولكن بيحصل حدث صادم جدا، وبيكتشف جريجور وهو قاعد بيسمعهم لما ابوه بيقعد ان هو يتكلم مع امه واخته عشان يشرح لهم الوضع المادي دلوقتي. واللي بنكتشف هنا المفاجاه ان ابوه طلع معاه فلوس. ابوه كان محتفظ بصندوق فيه شويه فلوس من زمان ومخبيه في مكان وقافل عليه. الصدمه هنا لجريجور ان مش ابوه هو اللي معاه فلوس، لا مش مهم عادي. الفكره هنا ان هو محدش قايل له حاجه زي كده، ولا حد اصلا شاركه طول الوقت دوت. هما مخلين ان هو يشيل المسؤوليه بتاعتهم كلهم لوحده، وكل دوت هو فاكر ان هم لا يملكوا اي شيء. حاجه تانية بقى بتصدم جريجور برضك ان هو الفلوس اللي كان بيديها لاهله كل شهر بيكتشف ان مش كلها كانوا بيصرفوها، ان في منها كتير برضك كانوا بيحوشوا منها. فهم حاليا معاهم فلوس تكفيهم سنه او سنتين مثلا. يعني هم ممكن يكونوا عملوا كده بنيه كويسه، بس جريجور نفسه كان متضايق جدا لان هو كان ما بيصرفش على نفسه اي حاجه، ما كانش بياخد فلوس اصلا لنفسه. بيكتشف ان هم كان ممكن يساعدوه باي حاجه او ان هم يشيلوا عنه الضغط شويه، بس ما عملوش كده. مع مرور الايام الامور بتبدا ان هي تسوء اكتر واكتر. الاسره بقى بتاعته كلها طبعا بدات ان هي تتعامل مع جريجور على ان هو عبء كبير جدا عليهم. الاب في نفس الوقت بدا ان هو يشتغل حارس بنك، الام بتخيط، وجريتا كمان اخته بقى بتشتغل يا كمان. جريجور بقى بيعيش حياته في الاوضه ديت، ان هو يستخبى تحت الكنبه، يخربش شويه، ان هو يقف على الكرسي يتفرج على الشباك من بره، بيفضل عايش جوه الاوضه. واخته هي اللي مهتميه بيه ونفسه ان هو يتكلم معاها يشكرها على اللي هي بتعمله، بس هو مش عارف ان هو يتكلم. فعشان يريحها من منظره دوت جاب ملايه سرير وبقى بيحطها عليه لما هي تخش الاوضه ما تضطرش ان هي تشوفه بالمنظر المقزز دوت. اكتر حاجه كانت مسليه بالنسبه له في الوقت دوت ان هو بيطلع على السقف بيعلق نفسه والحاجات ديت. اخته بقى تاخد بالها من حاجه زي كده، فقرر ان هي تشيل العفش اللي موجود في الاوضه عشان ما يعطلوش عن ان هو يتحرك بحريه. بس امه بتقرر ان هم مش عايزين يشيلوا كل العفش اللي موجود في الاوضه، لان هو كانهم بيستسلموا خلاص ان جريجور اتحول لحشره. احنا عايزين يكون في امل ان هو ممكن يرجع تاني. ولما جريجور بيسمع الكلام دوت بيبدا ان هو يفتكر ان هو ده كان انسان قبل كده، فده اللي بيخليه ان هو يبقى مش عايز ان هم يشيلوا حاجه من الاوضه بتاعته. بس اخته عشان هي الوحيده اللي مهتميه بيه فهي بيبقى ليها هي الراي النهائي، وبتقرر ان هي فعلا تشيل كل حاجه موجوده في الاوضه. هنا جريجور بيطلع من الجحر اللي هو عايش فيه ده، بيبقى عايز ان هو يشوف اي حاجه في الاوضه عشان يقول لهم ان هم ما يشيلوهاش. في نفس الوقت صوت امه نفسه لما سمعه تاني افتكر ان هو لسه بني ادم، فده اللي خلاه ان هو متمسك اكتر باي حاجه موجوده في الاوضه، عايز اي حاجه تثبت ان هويته لسه زي ما هو، لسه هو انسان. فاللي بيطلع يبص بيلاقي صوره، فده بيخليه ان هو يروح يلزق عليها. ولكن للاسف اخته وامه بيشوفوه، واللي بيخلي امه من الصدمه يغمى عليها. اخته هنا بتتعصب جدا وتزعق له، ودي كانت اول مره تتكلم معاه من ساعه ما هو اتحول. جريجور هنا بيخاف وبيترعب على امه فبيمشي وراها عايز يطمن. هنا اخته لما بتشوفه بتتخض هي كمان، تقفل الباب. وللاسف جريجور مش عارف حتى ان هو يطمن على امه، اللي هو اساسا بيلوم نفسه دلوقتي ان هو السبب في ان هي يحصل لها كده. واللي فجاه ابوهم بيوصل للمكان. جريتا اخته بسرعه بتروح تقول له ان امها اغمى عليها، وهنا بقى الاب بيتعصب جدا. جريجور بيتخض وبيتصدم، ابوه شكله متغير تماما. الاول لما جريجور كان شغال ابوه ما كانش بيشتغل، كان دايما باين عليه التعب والارهاق، دايما بيقوم من مكانه بالعافيه اساسا. لكن دلوقتي واقف مستقيم لابس اليونيفورم بتاع الشغل بتاعه اللي هي بدله كده انيقه، وداخل بكل ثقه، شال الكاب من على دماغه بلقطه سينمائيه، وباين جدا ان هو متعصب ومستعد ان هو يهجم على جريجور. جريجور بقى خاف منه وبدا ان هو يتحرك كل ما ابوه يتحرك. فضلوا ان هم الاثنين يدوروا حوالين بعض في الاوضه، بس في نفس الوقت اصلا جريجور تحس ان حالته الصحيه تعبانه خالص. واللي فجاه بدا الاب ان هو يمسك تفاح ويرميه بغل شديد جدا على جريجور. اول تفاحه هتخبط في ظهره بس مش هتعمله ضرر، ولكن تاني واحده بتضربه بغل شديد جدا لدرجه ان هي بتعوره في ظهره
ظهره وبتلزق فعلا في ظهره. جريجور بدا ان هو يتحرك بالعافيه، وامه خرجت جري بسرعه تروح تحضن ابوه وتترجاه ان هو يسيب الواد ما يعملوش حاجه وتحاول تنقذ جريجور باي شكل ممكن. انا مش عارف ايه الاب القوي فشخ ده اللي بيستخدم التفاح كسلاح وبيحدف التفاح بيعور بيه الواد، يعني دي حاجه غريبه فشخ بس ماشي. بنبدا بقى في الفصل الثالث ان التفاحه اللي ابوه رماها ديت هتفضل دايما في ظهره، لان محدش هيشيلها كده كده، محدش بيقرب منه اساسا، وظهره هيفضل متعور على طول، والاصابه دي هتخليه ان هو يفقد جزء كبير جدا من الحركه بتاعته. ولكن في جزء مشرك في الموضوع، بسبب ان هو حاليا ما بيقدرش ان هو يتحرك زي الاول، بقى بيسيبوا باب اوضته مفتوح، فاصبح ان هو يقدر يشوف اهله وهم قاعدين في الصاله ويحس تاني ولو شويه صغيرين ان هو لسه جزء من العيله ديت. الاب بيكمل شغله البسيط الموجود في البنك، ولما بيروح البيت بيفضل قاعد على الكرسي بتاعه وينام وهو قاعد، ويرفض ابدا ان هو يرجع للسرير وينام هناك. حتى الام والاخت بيقعدوا يتحايلوا عليه ان هو يروح ينام على سريره، بس هو بيرفض تماما. الام بتفضل قاعده كل يوم لساعات طويله جدا بتخيط ملابس، واخته الصغيره بتشتغل الصبح في محل، وبالليل بتقعد ان هي تذاكر وتحاول تطور من نفسها عشان تشتغل شغلانه افضل. فكلهم حالتهم بتتغير تماما بعد ما جريجور بيبطل ان هو يشتغل. فهو حرفيا بنفهم هنا قد ايه ان جريجور دوت كان شايل عليهم حمل شديد جدا، فالعيله نفسها اصبحت منهكه، وجريجور في اوضته الضلمه ديت بيقعد ان هو يتفرج عليهم وهو حزين جدا ومقهور ومش عارف ان هو يساعدهم. فالفكره ان هو مع كل التعب اللي هم فيه دوت بقى محدش فاضي طبعا ان هو يعتني بجريجور اساسا خالص. واللي هنا بيقرروا ان هم يجيبوا خدامه جديده، ست ضخمه كده عجوزه بشعر ابيض غريبه جدا ومخيفه بتساعدهم في البيت. وفي نفس الوقت بدأوا ان هم يشتكوا ان الشقه دي كبيره جدا عليهم، ولكن عندهم هنا دلوقتي مشكله ان جريجور مش هيقدروا ان هم ينقلوا له شقه تانية. هو حرفيا هم مضطرين ان هم يفضلوا في الحاله دي بسبب جريجور حاليا. وجوده اصبح عبء، ومحدش بقى فاضي حرفيا ان هو يشعر بمعاناته هو او حتى يتعاطف معاه. تخيل بقى كل اللي بيحصل دوت هو قاعد في اوضته وبيسمع معاناتهم وبيسمع كل المشاكل ديت، وحاسس ان كل دوت بسببه هو. كان دايما حاسس بعزله شديده جدا وعنده حنين ان هو يرجع تاني يكون بني ادم. حتى في مشهد تاني مثلا مؤلم جدا بالنسبه لجريجور، انه امه واخته في اخر اليوم بيقعدوا مع بعض يبصوا على اوضته ويقعدوا يعيطوا، بعد كده يقفلوا الباب مش عايزين حتى ان هو يشوفوا اوضته. في نفس الوقت بقى جريجور بطل ان هو ينام ولا صبح ولا بالليل، بطل ان هو ياكل حتى، والاصابه بتاعته بدات ان هي تزداد سوءا، واصبح تعبان جدا جدا، وبقى بيقضي كل وقته في تخيلاته ويقعد ان هو يفتكر ذكريات الماضي. الايام بتعدي، واسوأ حاجه بتحصل لجريجور دلوقتي ان اخته نفسها بدات ان هي تتغير. زمان كانت جريتا اخته بتدخل الاوضه بحذر شديد، تحط له الاكل كده بحنيه وتنظف الاوضه وتهويها وتتكلم شويه كده. دلوقتي بقت بترمي الاكل برجليها وتكنس الباقي كده وتمشي. فبدا الموضوع ان هو يتحول تدريجيا، فجريجور بيبقى عايز ان هو ينبهها ان هي ما بتهتمش بيه زي الاول، فبقى بينام في وسط الزباله كده عشان هي تاخد بالها، ولكن هي بتشوفه وما بتهتمش برضه. في هنا بقى نقطه مهمه جدا جدا الكاتب عايز ان هو يقولها، ان جريجور اللي كان ليه لازمه قبل كده زمان وكان ليه قيمه فعليا، كان كلهم بيعاملوه كويس، ولكن حاليا لما اصبح بلا قيمه، بل اصبح ان هو عبء شديد عليهم، هم نفس الناس اللي كانوا بيحبوه قبل كده، عيلته وبيقدروه، قلبوا عليه دلوقتي، وواحده واحده بدأوا ان هم يتغيروا واصبحوا غير مهتمين، وتعاملهم معاه اتغير تماما عن الاول. فهنا بنسأل سؤال، هل الانسان بيتحدد قيمته بقيمته بس، ولا الحب بيكون كفايه؟ يعني لو تخيلنا مثلا دلوقتي بدل ما جريجور صحى من النوم وهو حشره، لا هو صحى من النوم وهو مرض شديد مثلا، او مصاب اصابه خطيره تمنعه من ان هو يتحرك او من ان هو يروح الشغل، واصبح دلوقتي ان هو عبء برضه. فهل اهله دول او الناس اللي هو بيحبهم، الناس اللي قريبين منه، اللي هو اساسا طول حياته عايش عشانهم، ما كانش بيعيش لنفسه خالص، كان كل فلوسه رايحه عشانهم وكان كل حياته رايحه عشانهم هم، هل هم الناس دول هيفضلوا برضه ان هم يشيلوه بعد ما يتعب؟ هل هيفضلوا ان هم يعاملوه كويس، ولا مع الوقت وان هم كل ما ده وبيفهموا ان هو ملوش قيمه دلوقتي هيتغيروا معاه وهيشوفوه ان هو عبء شديد عليهم، وواحده واحده اهتمامهم بيه هيقل؟ ودي النقطه الحلوه هنا اللي بيتكلم عليها، انك انت بتشوف تحولهم بعيدا عن ان هو حشره دلوقتي. النقطه دي هنتكلم عنها تاني في الاخر، ولكن خليك فاكرها. وعايز اوضح حاجه مهمه جدا، ان كافكا كاتب الروايه دوت واحد من اشهر الروائيين، هو عنده مشاكل عائليه شديده جدا وخاصه مع ابوه، فده بتشوف ان هو بيتعكس على القصه وعلى كتاباته نفسها. المهم نكمل بحاجه تانية خالص. الشغاله الجديده اللي هم جابوها ديت كانت شخصيه غريبه فشخ، هي ما خافتش من جريجور وما اهتمتش بيه، هي حرفيا كانت بتعامله ان هو كائن مثير للشفقه ومسلي كده شويه، يعني مثلا بتناديه يلا يا خنفسه الزباله، ما عندهاش احساس خالص لاي حاجه، ما فيش ولا خوف ولا احترام ولا حتى اشمئزاز منه، هو كائن غريب كده وخلاص. من كتر ما هو اتعصب منها قبل كده حاول ان هو يهاجمها، من كتر الغضب رفعت عليه الكرسي ومستنيه تضربه من غير اي تردد، هي مش خايفه منه خالص، ولما هو تراجع كده هي حاطت الكرسي تاني وكملت يوم عادي. الموضوع تحول بقى ان جريجور تحس ان هو اصبح شيء، اما اصبحش ان هو حاجه عنده روح اصلا. يعني في مره امه قررت ان هي تنظف اوضته بدل اخته، واللي هنا اخته هتتعصب عليها بشكل كبير جدا وكانها
اتعدت على حاجه بتاعتها هي. فزي ما قلت هو اصبح شيء. الوقت بيعدي وجريجور متضايق وحزين، بطل ان هو ياكل اكتر واكتر، حالته النفسيه متدمره تماما، واوضته بقت عباره عن مخزن لاي زباله في الشقه بيرموها هناك، اي حاجه مش محتاجينها بيرموها هناك. فاصبح ان هو مسجون في اوضته. واللي هنا بنيجي لحدث جديد. الاهل بيقرروا ان هم ياجروا واحده من الاوض اللي عندهم في الشقه لثلاث رجاله عندهم دقون كده. الفكره هنا بقى ان البيت كله اصبح تحت سيطره الناس المستاجرين دول، وبقى مبرطعين في البيت. اما جريجور اللي هو اصلا من صحاب البيت بقى قاعد في اوضته اللي هي مخزن ديت، والشغاله بتيجي ترمي الحاجه حتى من غير ما تبص، تيجي عليه بقى ما تجيش مش مهم. وجوده اصبح مش بس ملوش قيمه، اصبح مهين اصلا. في بقى مشهد تاني مهين اكتر بكتير، الثلاث رجاله الغرباء عنهم اللي هم اساسا مستاجرين. جريجور هيبص من الباب دوت هيشوف حاجه غريبه جدا. الرجاله بيدخلوا عشان ياكلوا في اوضه المعيشه، وبيقعدوا على الترابيزه اللي كانت بتاعته في يوم من الايام، وامه واخته خدامين عندهم. الام والاخت بيدخلوا بالاكل، هم شايلين اطباق للناس ديت، والرجاله بيبداوا ان هم يقطعوا في الاكل عشان ياكلوه، والام والاخت بيبقوا واقفين مستنيين رايهم، هل الاكل عجبهم، هل هيشتكوا من حاجه. ولما الراجل منهم وافق على الاكل هم استريحوا كده وابتسموا. اتحول اصحاب البيت الى خدم، وواحد اصلا من اهل البيت جريجور بيتفرج من بعيد ومحبوس في اوضه مليانه زباله. الاب هنا بقى بيوصل، بينحني كده بادب وبيرفع قبعته احتراما للناس، وجريجور قاعد جوه حاسس انه منبوذ محتقر ميت حي. في وسط بقى المشهد الغريب العجيب دوت بيسمع اخته ان هي بتبدا ان هي تعزف في المطبخ. دي اول مره يسمعها من بدايه ان هو اتحول. الرجاله بعد ما خلصوا اكل بيبداوا ان هم يدخنوا، ولكن فجاه بيسمعوا صوت الكمان بيتلعب جوه في المطبخ. الاب هنا لما بياخد باله بيتخض وبيقول لهم هل العزف دوت مزعج للساده حضراتكم؟ ولكن هم بيقولوا بالعكس، احنا ممكن نطلب منها ان هي تيجي تعزف هنا عشان نستمتع بالعزف بتاعها. الاب بيوافق طبعا بحماس غريب جدا، والاخت بتدخل الاوضه وهي بتعزف. جريجور بقى كان مبهور جدا بعزف اخته، حس اخيرا ان هو افتكر اخته، فبدا ان هو يزحف واحده واحده اكتر ويخرج بره الاوضه. كل اللي عايزه ان هو يقرب منها ويسمع اكتر واكتر. ولكن اول ما بيخرج بره الاوضه واحد من الثلاثه اللي قاعدين بص له ووشه اتقلب واتصدم. طبعا بقى الرجاله الثلاثه بيتضايقوا جدا جدا لما يشوفوا حشره عملاقه طالعه بره الاوضه، ويقول لهم احنا كنا كل يوم بننام جنب حاجه زي كده، احنا مش هندفع ايجار الشقه وكمان هنطلب تعويض على الكلام دوت. الاب بقى بيروح ان هو يحاول يخبي جريجور كده عشان ما يشوفوهوش، بعد كده بيقرر ان هو يمشيهم خالص عشان ما يشوفوش حاجه زي كده. هما بيتضايقوا جدا جدا، وجريجور بيفضل واقف حاسس بالفشل، بالجوع، باليأس، مش قادر ان هو يتحرك. واللي هنا بقى بتيجي القشه اللي بتكسر ظهر جريجور. بيسمع اخته بتقول احنا مش هنقدر ان احنا نكمل كده، وبتقولها صراحه كده يعني ان هي مش شايفه جريجور كاخوها تاني، وبتقول عليه ان هو مجرد وحش، وبتقول ان احنا لازم نتخلص منه، وان احنا عملنا اللي علينا وزياده، وان صبرنا خلاص خلص. وجريجور فقد اخر امل ليه. اخته اكتر حاجه هو بيحبها في الدنيا كلها بتقول عليه ان هو وحش وان هم لازم يتخلصوا منه. ابوه نفسه بيوافق على كلام الاخت وبيقول ان هي عندها حق. والكلام بقى بيزيد سوءا بكتير جدا، والتغير بيصبح غريب جدا. الاب بيقول لو بس جريجور يفهمنا، واخته بتقول ان هو دوت ما بقاش جريجور خلاص. هو لو كان جريجور هيفهم ان احنا ما نقدرش ان احنا نعيش مع حشره، وكان مشي من زمان جدا. وحاجات غريبه جدا. جريجور بيبدا ان هو يتحرك عشان بس يرجع اوضته. هنا اخته بتتخض جدا وبتروح تتحمي في ابوها. اتغيرت 180 درجه. ولكن جريجور المريض جدا جدا بيتحرك ببطء شديد، بيحاول ان هو يرجع لاوضته تاني. بيدخل اوضته بيقفلوا الباب بسرعه ويتقفل بالمفتاح، واللي قفلت الباب برضه كانت اخته. وبكل برود قالت اخيرا. هنا بقى دي الكلمه اللي حرفيا خلاص دمرت جريجور، دمرته تماما. التفاحه اللي كانت في ظهره حرفيا عفنت. هنا جريجور بيقعد في هدوء شديد جدا، ما بيقدرش ان هو يستحمل الكلام اللي هو سمعه، وبياخد اخر نفس ليه وبيموت. تاني يوم الصبح الخدامه بتفتح عليه الباب، بتبص على جريجور لقيته ان هو ساكن جدا في مكانه وشكله غريب. تمسك عصايه كده وتبدا ان هي تزغزغه بيها، ولكن بتلاقي ان هو ما بيتحركش. فبتجري بسرعه تصرخ وتنادي كل اهل البيت، واللي كلهم هم كمان بيخرجوا من اوضتهم بيسالوها هل هو ميت بجد. واللي الاب بيبدا ان هو يشكر الله على موت ابنه، وكلهم بيفرحوا على موت الواد. جريجور مات بس ولا حد حزن عليه. هم في الحقيقه حسوا براحه شديده جدا، كانه عبء كبير جدا اتشال من عليهم. المستاجرين الثلاثه بيرجعوا تاني وبيخرجوا يدوروا على فطار. الاب هنا بقى هيخرجوا معاه مراته وبنته، وهيزعلهم ويقول لهم غوروا من بيتنا حالا. وكأن موت جريجور حررهم من اي حاجه كانت بتقيدهم، وبيقرروا ان هم كلهم ياخدوا النهارده اجازه ويخرجوا مع بعض لاول مره من ساعه ما جريجور اتحول. بيخرجوا بقى مع بعض، والاب حتى بيقول ان هم هيطردوا الخدامه اللي ازعجتهم، وان هم هيروحوا البيت تاني صغير يعيشوا فيه في تبات ونبات ويجيبوا صبيان وبنات. في نفس الوقت اخته جريتا كانت طول الوقت تعبانه ومصفره، ولكن دلوقتي بدات ان هي تتفتح وتزدهر تاني، لدرجه ان الاب والام بياخدوا بالهم ان هي بقت شابه جميله وبصحه كويسه، وبيقولوا لها ان احنا لازم ان احنا نجوزك. وتوته توته خلصت الحدوته. الروايه بتحاول ان هي تنتقد فكره معينه، ان الشخص اللي اصبح بلا قيمه للناس اللي هو بيحبها، فلو افترضنا زي ما قلت ان هو اصبح مريض او اصبح ان هو مصاب او اي حاجه تخليه ان هو اصبح عبء عليهم، اهتمامهم بيه بيقل مع الوقت لحد ما يصبح ان هو عبء فعلا كبير عليهم،
ويكرهوه في الاخر ويتمنوا ان هو يزول من الدنيا، ولما فعلا هو يزول بيرجعوا تاني يتنفسوا وكأن الحياة رجعت لهم والدنيا ما بتقفش على حد. اللي هو اصلا كان في نفس الوقت هذا الشخص اللي هم كانوا بيتمنوا ان هو يزول هو اللي كان حرفيا شايلهم كلهم ومريحهم من اي حاجة. وبس دي كانت تجربة بنتكلم فيها عن رواية من الروايات المشهورة جدا جدا، ولو عايز نتكلم عن روايات تانية ممكن تقول لي في الكومنتات، اشترك في القناة اهم حاجة. وبس كده، سلام.